السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فراولات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كده صلوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل بطريقة جديدة، هنعملها ني في ني من غير ما نسلق المكرونة. بجد الطريقة دي جميلة يا بنات، جربوها. معايا هنا بصل لتعصيج اللحمة، بنزل عليه كده، بحطه في طاسة كده وبنزل عليه بالزيت، وهبدأ اديله تشويحة خفيفة يا دوبك بس تقلبتين، وانزل عليه باللحمه. خلاص كده بقى هنزل باللحمه، معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هنزل على البصل بيها واديها برضو تقليبتين كده، واحط لها بقى طماطمايه مبشوره على جزرايه. انا بحب التركه دي في المكرونه البشاميل، تديها طعم مميز عن الطريقه التانية. هبدأ اقلبهم مع بعض كده وانزل بالتوابل بتاعتي، فلفل اسمر، كمون، ملح، كزبرة ناشفة، وابدأ اديها برضو تقليبتين كده مع التوابل والملح، واغطيها بقى تستوي، ونروح بقى نعمل البشاميل. معايا حلة على النار فيها 5 معالق من السمنة و5 معالق من الدقيق. المعيار نفس بعض هما الاتنين، علشان الدقيق يتغلف كويس بالسمنة او بالمادة الدهنية، اي مادة دهنية انت حباها. وهبدأ احمص الدقيق كده لحد لما ريحته تطلع، وابدأ انزل عليه بالمرقة. ممكن تحطي لبن، نص لبن نص مرقة، وممكن تحطي مرقة، وممكن لو ما عندكيش مرقة تستخدمي مية وتحطيها على النار، بصلايه بفلفل اسمر بالتوابل اللي عندك بمكعب ماجي، هتديكي نفس طعم المرقة يعني. هتبقى جميلة برضو. معايا هنا نزلت بالمرقة كده، وايدي هدنها فيها على طول علشان ما تكلكعش. هي سهل جدا البشاميل، مش هياخد معايا اي وقت. هو هنا تقل مني، هبدأ اخفه، بحط له مرقة تاني لما اخفه للقوام اللي انا عايزاه، لا تقيل ولا خفيف، علشان انا مش هتقله قوي، علشان انا المكرونة عندي نية فعايزاه يسويها. بجد المكرونه ما بتعملوها نيه بتطعم بالبشاميل اكتر، والعصاره اللي نازله من اللحمه بتديها طعم مميز جدا عن الطريقه اللي احنا بنسلق بيها المكرونه المعتاده. بجد من ساعه ما عرفت الطريقه دي وانا ما بعملهاش الا كده، جربوها ومش هتندموا، حلوه قوي. معايا هنا كيسين من المكرونه الكبار، هيبقى كيس تحت وكيس فوق. حطيت هنا كيس المكرونه الاولاني، وهبدأ انزل عليه بالبشاميل، هغطيه خالص بالبشاميل، يعني هيكون متغطي خالص تماما كده بالبشاميل زي ما انتوا شايفين، وانزل باللحمه عليه. اوزع اللحمه كويس، وانزل بالمكرونه تاني واغطيها برضو بالبشاميل زي ما انتوا شايفين، وابدأ اخبط الصينيه على البوتاجاز كده. هدخلها بقى الفرن وارجع معاكم تاني. كده بقى يا حبيبي بعد ما طلعت، ايه رأيكم؟ بجد بجد يا جماعة يا بنات، وهمية في الطعم وفي الريحة، والشكل بيتكلم عن نفسه. كده بقى قطعتها ساعة التقديم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. انا دنيا هشام من قناة لقمة هنية على اليوتيوب.